تم حل مشكلة تعذر الربط. تأكد إن هاتفك متصل بالإنترنت. يعني في الفيديو ده خليك تقدر تربط الواتساب الذهبي بالواتساب الرسمي من ضغطة واحدة، ومن أول مرة بإذن الله هتقدر تربط واتساب ذهبي بواتساب الرسمي. تمام. كل اللي أنا عايزه منك لو أنت جديد معانا، عايزك بس تتابع جميع الخطوات أو تتابع الخطوات اللي احنا بنتكلم عنها في الفيديو وتركز معاها في الفيديو. تمام. عشان تقدر تربط واتساب الذهبي بواتساب الرسمي. تمام. طيب، ولو حضرتك قديم وفاتح النسخة بتاعتنا وعامل بالفعل ربط، سواء عامل ربط بواتساب دي اتش او واتساب ذهبي او واتساب جي بي او اي نسخ من النسخة اللي احنا اتكلمنا عنها، رابطها بالرسمي، تقدر كمان تحدثها بواتساب الذهبي عادي، مفيش اي مشكلة. تمام. طيب، هتبدأ تمسك الموبايل بتاعك. تمام. وهتيجي هنا طبعا عند المتجر بلاي. تمام. هنبدأ نضغط على علامة البحث هنا، ونبدأ نبحث عن تطبيق زي ارشيف عشان هنحتاجه في فك الضغط. تمام. زي ما انتم شايفين اهو، ده تطبيق زي ارشيف. هتبدأ تثبته على الموبايل بتاعك عشان هنحتاجه في فك الضغط، لأن النسخة مضغوطة بالفعل. تمام. بعد كده تطلع، هتدخل على قناة التليجرام. رابط قناة التليجرام في وصف الفيديو اللي فيها جميع النسخ. تمام. هنا طبعا تم حل مشكلة تعذر الربط في واتساب الذهبي، هنضغط عليه. هنا طبعا هيظهر لك ايقونتين لتطبيق زي ارشيف. تمام. لو ضغطت على الايقونه اللي فيها انجليزي وعربي هيقول لك الارشيف تالف، فما تضغطش على الايقونه اللي فيها انجليزي وعربي، هتضغط على الايقونه اللي فيها انجليزي فقط بالشكل ده. تمام. هنا تم حل مشكله تعذر الربط في واتساب الذهبي، هنضغط عليه. تمام. هنا مكتوب جولد زي ما انتم شايفين اهو، جولد، هنضغط عليها. هنقول تثبيت. هنا بقى بيطلب مني كلمة المرور أو باسورد فك الضغط. تمام. كلمة المرور أنا بقولها بصوتي على جزئين، هقول لك جزء دلوقتي والجزء التاني هقوله لك في نهاية الفيديو، بس ركز معايا. أول جزء من كلمة المرور هيكون 88. أول جزء من كلمة المرور هيكون 88. تاني جزء بقى هقوله لك في نهاية الفيديو، فعايزك تركز معايا. تمام. أنا هكتبه وأرجع لكم تاني. بعد ما كتبت كلمة المرور كاملة هقول حسنا، هيبدأ يستخرج معايا النسخة زي ما انتم شايفين اهو. هنا هضغط على أداة تثبيت الحزم. لو حضرتك لسه جديد معانا والفيديو بتاعي لسه بتتفرج عليه هيبدأ يطلب منك تثبيت. تمام. اما لو حضرتك قديم معانا وبالفعل فاتح النسخة زي ما قلنا، اي نسخة من النسخة اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده رابطها بالرسمي، هيبدأ يجيب لك بدل تثبيت تحديث، هتبدأ تحدث. تمام. اما لو جالك تثبيت فانت ان شاء الله هتبدأ تربطه بالرسم عادي، مفيش اي مشكلة. انا هضغط على تثبيت. وانت بتضغط على تثبيت، تمام، ركزوا يا شباب، ممكن يجي لك اشعار يقول لك التطبيق دار، حظر التطبيق دار. تمام. فما تقلقش خالص، ديت عشان حمايه جوجل بلاي متفعله عندك. انت لو قفلت حمايه جوجل بلاي، تمام، فمش هيجي لك كلمه الاشعار التطبيق دار او حظر التطبيق دار. تمام. فمش هيجي لك الاشعار ده. تمام. ولكن انا مش عايزك تقفل حمايه جوجل بلاي، انا عايزك تسيب حمايه جوجل بلاي شغاله معاك عشان تحميك من التطبيقات الخبيثه والتطبيقات اللي فيها حاجات ممكن تبوظ تليفونك. تمام. فخلي حمايه جوجل بلاي شغاله عادي، ولكن لما يجي لك الاشعار ده يقول لك حظر التطبيق دار، تمام، هتلاقي كلمه مكتوبه تحت اسمها المزيد من التفاصيل، اضغط عليها. بعد كده هيظهر لك كلمه تانية اسمها تثبيت على اي حال، اضغط على تثبيت على اي حال، هتدي له البصمه بتاعتك، هيبدا يتثبت معاك عادي، مفيش اي مشكله، وحضرتك مفعل حمايه جوجل بلاي عادي، مفيش اي مشكله. تمام. زي ما انتم شايفين اهوت، التطبيق ظهر معانا اهوت زي ما انتم شايفين. تمام. هنبدا نقول له فتح. تمام. هنبدا نديله الاذونات بتاعته بالشكل ده، السماح. تمام. هنبدا نقول له السماح بالكل. تمام. هنضغط على السهم الاخضر، هنقول الموافقه والمتابعه، هنقول السماح. تمام. هنمسك الموبايل التاني، يعني هنجيب موبايل تاني عشان نصور بيه الكيو ار كود عشان نقدر نربطه بالرسمي. تمام. جبت الموبايل التاني، موبايل اخوك، موبايل اختك، موبايل صاحبك، او اي موبايل، اهم حاجه تجيب موبايل. تمام. وتبدا تصور بيه الكيو ار كود عشان هنبدا نربطه بالرسمي. تمام. بعد كده هضغط على ربط كجهاز مصاحب، هبدا اصور الكيو ار كود بالشكل ده كده. تمام. هبدأ أروح على الواتساب الرسمي، هضغط على الثلاث نقاط، ربط الأجهزة، الربط الجهاز، هديله البصمة، هبدأ
ابدا بقى اصور الكيو ار كود اهو من الموبايل التاني، جاري تسجيل الدخول. باذن الله هتلاقيه ربط معاك من اول مره، باذن الله هيربط معاك من اول مره. وركزوا في الشرح يا شباب. زي ما انتم شايفين النسخة ربطت معايا من أول مرة. ربطنا واتساب الذهبي بواتساب الرسمي من أول مرة. هنطلع كده ونروح على النسخة، هيقول لك جاري تحميل الدردشات. تمام زي ما انتم شايفين اهو. تمام، جاري تحميل الدردشات. تمام، هو هنا خلاص زي ما انتم شايفين اهو، جاب لك سجل التغيرات. تمام، اللي هو واتساب الذهبي في 12. هنضغط على اوكي. هنا تابعونا على التليجرام، لو ضغطت عليه كده يبدا يدخلك على قناتي على التليجرام اللي فيها جميع النسخ. تمام، هرجع كده تاني. تمام زي ما انتم شايفين اهو. هاجي هنا طبعا لو انا عايز اضيف اكتر من حساب، هنا طبعا وضع الطيران، هنا وضع الداكن اللي هو الليلي، هنا طبعا وضع الشبح. هضغط على الثلاث نقاط، تحديث الذهب واتساب، هضغط عليه تحديث الذهب واتساب. تابع الشرح من اليوتيوب. لو ضغطت عليه كده هيبدأ يدخلك على قناتي على اليوتيوب، تقدر تتابع الفيديوهات الجديدة والتحديثات الجديدة اللي بتتكلم عن الواتساب. تمام، هنرجع كده خطوة تاني. هضغط على الثلاث نقاط، هنجيب تحديث الذهبي. هنا تحديث من قناة التليجرام، هتضغط عليه يبدأ يدخلك على قناتي على التليجرام، تتابع جميع التطبيقات والفيديوهات هنا برضو في قناة التليجرام. هنرجع تاني. هنضغط على الثلاث نقاط، مميزات الذهبي هنضغط عليها. هنا طبعا جولد واتساب في 12. صلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. صلوا على النبي في الكومنتات يا شباب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تمام، هنبدأ نضغط على جولد واتساب في 12 بالشكل ده كده. هذا هي أفضل نسخ تطبيقات معدلة جديدة على الإطلاق، نسخ آمنة مستقرة وتعمل دون مشاكل، بالإضافة إلى الكثير من المزايا. تمام، لو ضغطت على أي أيقونة من دول هيدخلك على قناتي على التليجرام اللي فيها جميع التطبيقات وقناة اليوتيوب. تمام، زي ما انتم شايفين الشكل جميل جدا جدا جدا. تمام، لو ضغطت مثلا وليكن على اليوتيوب هيبدأ يدخلك على اليوتيوب بتاعي. هرجع لو ضغطت هنا مثلا هيبدأ يدخلك على قناتي على التليجرام اللي فيها جميع النسخ. زي ما انتم شايفين النسخة شكلها جميل وفيها أيقونات صلى على النبي عليه الصلاة والسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم، فيها حاجات جميلة جدا. هنبدأ نرجع كده. هنجيب الحمايه والخصوصيه، اخفاء اخر ظهور تجاوز المشاهده مره واحده، اخفاء ان الرساله محوله، اخفاء عدد رسائل من يستطيع الاتصال بي، الخصوصيه، اخفاء خيار الخصوصيه، اخفاء خيار التحديث، اخفاء القنوات، تفعيل الحالات الجديده، اخفاء مشاهده الحالات والستوري، منع حذف الحالات، اخفاء زر اعاده نشر الحالات، اخفاء زر تحميل الحالات، منع حذف الرسائل ذات الاختفاء، اظهار الرسائل المعدله، منع حذف الرسائل، حذف لدى الجميع، اظهار التاريخ والرسائل والحالات المحذوفه. تمام، الدردشات التي لم يتم قراءتها، اظهار صحيح للازرق فقط بعد الرد، تقدر تحدد براحتك مفيش اي مشكله. تمام، دي كلها المميزات اهي. تمام، هنرجع كده خطوه، هنضغط على الثيمات، تحميل ثيمات. هنا طبعا زي ما انتم شايفين عندك 4032 ثيم، ولكن هو بيحمل معايا شكل النت فاصل. ممكن نفتح الداتا مفيش اي مشكله. هنا طبعا عندك 4032 ثيم زي ما انتم شايفين اهو، 4032 ثيم، تقدر تحدث او تثبت اي ثيم منهم. هنرجع كده خطوه. تمام، هنرجع تاني خطوه. هنا الاعدادات العامه، هنا ستايل الشكل، هنا طبعا تغيير نوع الايموجي، عايز واتساب ولا واي اس ولا اي حاجه من الحاجات دي عادي مفيش اي مشكله. تمام، تقدر تختاره وتبدا تثبت. هنا تغيير ايقونه التطبيق تضغط عليها. دي كلها الايقونات لو انت حابب تغير ايقون. هنرجع كده، ادي الايقونه اللي هي موجوده حاليا على النسخه. انا عايز اخلي الايقونه ديت مش واخده وضع او واخده ايقونه الذهبي. ممكن اجي هنا اهوت على الذهبي ده كده، هضغط عليها. تمام، هتلاقي الايقونه اتغيرت معايا اهي، جولد واتساب. هنبدا نضغط عليها. تمام، هنضغط على الثلاث نقاط، مميزات الذهبي. تمام، زي ما انتم شايفين الاعدادات العامه، ستايل الشكل. بعد طبعا ما غيرت دي كلها ايقونات، تقدر تغير اي ايقونه منها مفيش اي مشكله. تمام، زي ما انتم شايفين اهو، احنا غيرنا وخليناها ذهبي. هنرجع كده خطوه، لو عايز تغير ايقونه الاشعارات برضو تقدر تختار اي ايقونه من دول مفيش اي مشكله. هنبدا نرجع كده خطوه، هنرجع كده خطوه تاني، خطوه كمان. هنيجي عند الشاشه الرئيسيه، البار العلوي، يركز في الدردشات والمجموعات والتحديثات والمكالمات والمجتمع، عشان هنبدا نغير في الستايل بتاعه اهوت زي ما انتم شايفين اهو. تمام، بيتغير معايا، تقدر تغير اي حاجه. ممكن نخليها فوق،
ممكن نخليها بالشكل ده كده عادي، مفيش اي مشكله. هنا طبعا زي ما انتم شايفين واتساب الذهبي، لو انا عايز احط اسمي اللي انا كاتبه على الواتساب بدل واتساب الذهبي اضغط على تفعيل وضع اسمي، هيبدا يكتب عبد الله الباشا. زي ما انتم شايفين دي كلها مميزات اهي. هنا وضع الشبح، اظهار ايقونه الكاميرا. زي ما انتم شايفين دي كلها مميزات. هنرجع كده خطوه. هنا الحالة طبعا هنا بيقول لك حاجات خاصة بالحالة هيت. هنا زيادة حجم الحالة يسمح لك بوضع فيديو مدته حتى ساعة بدلا من 30 ثانية. لو انت مقافل الخيار ده تقدر تحط الفيديو بتاعك كحد أقصى 30 ثانية. فعلت الخيار ده تقدر تحط فيديو معاك لحد ساعة كمان، ولكن ما بتشتغلش مع كل الناس. هنرجع كده خطوة كمان. هنيجي عند شاشة المحادثة. طبعا الناس اللي هي بتشتكي من الستايل بار، ستايل المنصة السفلية في شاشة المحادثة، لو ضغطنا عليها كده ستايل المنصة السفلية في شاشة المحادثة، لو ضغطنا عليها هنا ستوك اهي، تقدر تخلي أي حاجة، تقدر تغير شاشة المحادثة. ممكن نخليها ار سي اي او اس، هنحدد عليها كده. هنرجع تاني هنضغط على الأيقونة، هتبدأ تلاقي الشكل اتغير معايا اهوت. زي ما انتم شايفين تقدر تغير المنصة السفلية عادي، مفيش اي مشكلة. تمام. هنضغط على الثلاث نقاط مميزات الذهبي زي ما انتم شايفين اهوت. هنيجي عند التحديثات هنضغط عليها، سجل التغيرات هنضغط عليه. هنا زي ما انتم شايفين مميزات الذهبي، ما الجديد في في 12، ما الجديد في 12. تمام. تاريخ التحديث 24/7/2025، النهارده 24/7 2025. تمام. يعني التحديث ده انا اشتغلت عليه النهارده 24/7/2025. تمام. عبد الله الباشا. هنا تحسين النسخه، تعمل على تفعيل بعض الارقام المحظوره، يعني تقدر تجرب رقمك فيه. تمام. رقمك المحظور تقدر تحطه في النسخه، فتح معاك خير، ما فتحش معاك خير تقدر تربطه، هيربط معاك من اول مره عادي، ما فيش اي مشكله. ولكن هنا بعض الارقام المحظوره تقدر تحط الرقم المحظور، النسخه بتشتغل معاك بنفس رقمك المحظور بدون ربط الجهاز. تمام. ولكن لو ما اشتغلتش معاك بنفس رقمك المحظور بدون ربط الجهاز، ابدا اعمل ربط بالرسم، هتبدا تربط معاك عادي، مفيش اي مشكله. تمام. ده تحسين في النسخه عشان تقدر تشغل بعض الارقام المحظوره. تحسين الحمايه ضد الحظر. زياده تحسين ربط الاجهزه عشان تقدر تربط بسهوله. الاشارات تصل الان في نفس الوقت دون تاخير. زياده تحسين على ميزه تجاوز المشاهده المره الواحده. مشكله عدم القدره على تغيير اللون الخلفيه وشريط الاشعارات. لاندرويد الدردشه في اندرويد 15، اصلاح مشكله عرض ايقونه الحالات المحذوفه، المزيد اصلاحات وتحسينات اخرى. هنضغط على موافق. تمام. وهنرجع كده خطوه، هنيجي عند حول التطبيق. هنا تم التعديل بواسطه عبد الله الباشا. هنا طبعا جولد في 12، هنضغط على رساله الشكر. صلى على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، لا اله الا الله محمد رسول الله. طبعا اخر جزء من الباسورد هيكون 34. اخر جزء من الباسورد هيكون 34. لو ما شفتش الجزء الاول كام، رجع الفيديو من الاول خالص واتفرج على الفيديو من الاول خالص واسمع الجزء الاولاني كام، وتعال عند اخر رقم او اخر جزء من الباسورد هيكون 34. اخر جزء من الباسورد هيكون 34. تمام. هنا طبعا عبد الله الباشا تابع اليوتيوب والتليجرام، فولو التليجرام. لو ضغطت عليه كده يبدا يدخلك على قناتي على التليجرام اللي فيها جميع التطبيقات والفيديوهات. نرجع كده. هنا طبعا لو ضغطت على اليوتيوب يبدا يدخلك على قناتي على اليوتيوب، تقدر تتابع الفيديوهات الجديده والتحديثات الجديده اللي بتتكلم عن الواتساب. طبعا هو انا النت عندي الواي فاي فاصل، ففتحت الداتا والداتا ضعيفه شويه زي ما انتم شايفين اهو. تمام. ممكن نقفل الداتا ونفتحها تاني. تمام. بحيث ان يبدا يدخلك زي ما انتم شايفين اهو، دخلك على قناتي على اليوتيوب. هنرجع كده خطوة تاني. الحمد لله. هنقول موافق. بس كده، أتمنى أكون وصلت لك المعلومة بشكل سليم، ومبروك عليك واتساب الذهبي يعمل بربط الجهاز من أول مرة. وكمان تقدر تفعل بعض الأرقام المحظورة عليه، تحط رقمك المحظور يبدأ يشتغل معاك، ولكن مش مع كل الناس. بنسبة 50% تحط رقمك المحظور يشتغل معاك، وال50% التانيين لو حطوا الرقم مش هيشتغل معاهم. ولكن بنسبة 100% هتقدر تربط واتساب الذهبي بواتساب الرسمي بطريقة سهلة وبسيطة. أتمنى أكون وصلت لك المعلومة بشكل سليم. لو عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على كل. أشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم.